لو عندك سلسلة دهب البسيها، والدلاية اللي فيها ايا كانت قلب، كلمة، ايا كانت الدلاية اللي فيها، امسكيها في ايدك وبضي عليها كده، وتذكري نعمة من نعم ربنا. مثلا نعمة الازواج، او نعمة الاولاد. مثلا انا شكرا يا رب ان انا عندي اولاد من غير حول مني ولا قوة. غيري بيعاني ان هو يبقى عنده طفل، غيري ما عندوش، غيري اولاده متعبين. ايا كانت النعمة اللي نفسك تمتني ليها لربنا وانتي ماسكة الدلاية، اقبضي عليها وكأنك بتشحنيها من طاقة الامتنان دي. وطول اليوم خلي نفس النعمة في دماغك، وتعالي امسكي بإيدك الدلاية ودوسي، وكأنك بتستعيدي شحن الطاقة دي. فانت عمالة بتذكري نفسك بالنعمة. العبادة الأسهل والأيسر والأجمل واللي بترفع ذبذبات الطاقة الإيجابية تخليها في السماء بسرعة، طاقة الامتنان. الفكرة فكرة صخرة الامتنان دي موجودة في كتاب اسمه السحر. وفي واحدة حبيبتي يعني عاملة قناة وكانت منزلة الشرح الفكرة. فأنا موضوع ان انا افضل حتى صخرة في ايدي او كورة او حاجة دي حسيت انها تقيلة شوية. فالحاجة اللي انا لابساها اسهل، هي معايا على طول، فافضل في ايدي واقبض عليها اسهل. يعني ممكن نحول فكرة صخرة الامتنان للدلاية بتاعت السلسلة. فكرة حلوة وعجبتني وبتفرق جدا على فكرة، جربوها تعجبكم.